هو ايه اللي حصل في سوق السيارات الاسبوع ده؟ تعالى وفرج هيقول لك المفيد. الصني باعت 1203 عربيه الشهر اللي فات بس، ودي التراخيص لاكتر 10 ماركات باعوا في شهر 8 وترخصوا كمان. غبور بيستعد علشان يقدم الهافال اتش 7 الشهر الجاي، منافس عنيف للجيتور التي 2 وللبايك البي جي 30. نفس الشكل الصندوقي، هتيجي هايبريد اداء قوي، بس السعر هو اللي هيحكم. رينو خفضوا سعر الميجان 150 ألف جنيه كل فئة، وبقت بتبدأ من 1,090,000، وخفضوا سعر الدستر 85 ألف جنيه، بقت بتبدأ من 1,150,000. وحصل تخفيضات كمان 150 ألف جنيه على بيجو 3008 و 5008. ال 3008 بقت بتبدأ من 2,050,000، وال 5008 بقت ب 2,285,000. وحصل تخفيضات كمان لحد 130 ألف جنيه على اوبل. الاوبل كورسا بقت ب 1,150,000، والاوبل موكا بقت ب 1,390,000، والاوبل جراند لاند الجديده بقت بتبدا من 1,850,000. واخيرا المستعمل فيه ركود كبير ما بيبيعش، بينزل ولسه هينزل تاني، بس هو نفسه طويل، وهي مساله وقت، واكيد هيتاثر بسعر الجديد اللي بينزل. ولا انتوا ايه رايكم؟